تقييم لعيبه منتخب مصر امام السامبا البرازيليه. في حراسة المرمى مصطفى شوبير 7/10. وبلاش نبني لعب حتى لو من تعليمات حسام حسن، لازم يبقى عندي عين ابني لعب على الاطراف شويه، او يعني ابقى العبها وانت رجليك حلوه، ما نبنيش لعب يضيعني كده. انما شوبير انا قلتها هو تاني نجوم المباراه. هنقول لك مين اول نجم المباراه ومين تالت نجوم المباراه. نجم المباراه ياسر ابراهيم من وجهه نظري 8/10. نبطل بس الحته الاندفاعيه اللي بنطلع مع اللاعب اللي احنا مراقبينه لحد دايره نص الملعب دي، بقلق منها انك بتسيب مكان وراك ومساحه كبيره وراك. انما رجوله وروح وتركيز في انهاء في توقعاتك على الكوره. كويس الماتش ده. حمدي فتحي 5/10. مش متقبله في حته المساك دي، لكن حسام حسن عنده رؤيه في الموضوع ده. محمد هاني 6/10. مباراه كويسه برضو لمحمد هاني او فوق المتوسطه. احمد فتوح 5/10. 5/10 ماشي. مهند لاشين 1/10. كان سيء جدا. مروان عطيه 5/10 او ممكن 6/10 كمان. مروان عطيه زيكو في كرة الهدف ولاعب برضو مشاكس في ال18، لكن على الهدف 4/10. محمود حسن تريزيجيه 3/10. هيثم حسن 3/10 او 2/10. مرموش 2/10. 2/10 لازم نلعب مع زمايلنا، وهو حس انه نجم. يعني هو دلوقتي في المنتخب، انا بقول لك وانا ليا رؤيه معينه في اللاعب. مرموش هو نجم، بس هو حق انك نجم حاجه، وانك تحس انك نجم دي حاجه. النجم دي سيب الجمهور لك انت نجم، وانت لعيب كبير، وانت فعلا لعيب كبير يعني. لكن ان احس بيها في الملعب منك دي تبقى الخطر هنا بقى. فانت العب للناس والناس تلعب لك برضو، ونلعب على المرمى. واخر المباراه برضو حسيت ان زيزو عايز يسجل، حسيت ان فلان عايز يسجل، لا نلعب لبعض احسن. 2/10. مرموش، عارفين انا بحب مرموش جدا يعني. 2/10. نزل الشوط الثاني محمد صلاح 5/10. نزل محمد عبد المنعم 4/10. نزل امام عاشور 3/10. نزل طارق علاء 2/10. نزل ابراهيم عادل 1/10. حمزه عبد الكريم وزيزو، يعني مش عايز اقول لا تقييمهم فعلا لا تقييم في 10 دقائق، لكن يعني 2/10 زيزو. حمزه عبد الكريم برضو 1/10. يعني زيزو كان له تسديده كده في الاخر. 2/10 1/10 حمزه عبد الكريم. وده بالنسبه لتقييم لعيبه منتخب